هواية جديدة آخذة في الانتشار يقبل عليها الشباب المصري، إنها هواية تحليق نماذج الطائرات، والتي يقومون فيها بالتحكم عن بعد لهذه الطائرات الصغيرة وتأدية حركات مختلفة تبين مدى قدرتهم على التحكم في تلك الطائرات. كنا عاملين مسابقة تحفيزية للشباب وللقرية الذكية، نشر الرياضات الجوية في مصر، والشباب يبدأ يتفاعل في الطيران، واللي بيتفرج يعرف ان في رياضات جوية جديدة. هي الهواية مش سهلة ومحتاجة تكنيكاليتيز كتير وممتعة جدا. يعني انت بتاخد بقى تكنيك، يعني زي تحدي، خلصت وتخش في الحاجة اللي بعده وفيها صعوبة في كل حاجة، بس ممتعة جدا. يعني في الآخر ريوردنج، بتتبسط باللي انت عملته. نادي الطيران المصري بالاشتراك مع نادي سماش بالقرية الذكية نظم يوما جميلا يتسابق فيه أصحاب هذه الهواية وتقديم عروضهم الرائعة وتوضيح مدى قدرتهم على الطيران عن بعد وإظهار مواهبهم وتنفيذ ما تطلبه منهم لجنة التحكيم. احنا كلنا تحت الامبريلا او تحت رعاية نادي الطيران المصري. النادي هو اللي منظم الايفنت هنا في سمارت بالتنسيق مع سمارت فيليج، بحيث ان احنا نيجي ونقعد ونستمتع باليوم يعني. وفي الجنينه طبعا انت شايف الخضره والمكان جميل جدا يعني. التقييم بيبقى عباره عن بيتحط فيه سيناريو فيه مجموعه من المانوفرز او مجموعه من الحركات، وكل حركه حسب البرسيشن بتاعها، حسب الدقه بتاعتها بيتقيم من 10. اوكي، فانت مثلا اللاندنج عليه تقييم، التيك اوف عليه تقييم، في مانوفرز كتيره بقى، في ستول تيرن، في هاري رولينج سيركل، في مانوفرز كتير قوي. كل مانوفرز بيبقى ليها ديجري من 10 وبتتقيم حسب درجه الاداء بتاعتها ودقتها. أصحاب النماذج طالبوا أن توفر لهم الدولة بعض الأماكن الفسيحة التي يستطيعون أن يتدربوا فيها ويقدموا عروضهم، إلى جانب السماح لهم باستيراد قطع الطائرات من الخارج. احنا بس طالبين من الدولة انها تخصص لنا ارض لممارسة الهواية دي، زي ما موجودة في السعودية، ارض مخصصة في حتة معينة، وبتبقى زي نادي بيتجمع فيه الصحبة والناس عشان يمارسوا الهواية دي. في نهاية المسابقة تم توزيع الكؤوس على المتسابقين الذين استطاعوا أن يقدموا عروضا باهرة. أيمن دياب، صباح البلد.